بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. الخطوبة أو مرحلة الخطوبة هي معروف عنها إنها اتفاق مبدئي ووعد بالزواج. ليها أهمية كبيرة جدا نظرا لأنها ليها دور في بناء العلاقات الزوجية، بالإضافة إلى دور مهم جدا جدا وهو معرفة كل طرف جوانب شخصية الطرف الآخر، ويقدر خلال الفترة دي إنه يعرف ويستنبط بعض الطبائع أو بعض السمات اللي موجودة في الطرف الآخر أو في شريكه. هل هيقدر يستمر معاها؟ هل الطبائع دي مناسبة له؟ هيقدر يعيش معاها ولا لأ؟ هتقدر العروسة بالذات تعرف فيها بعض من خلال بعض التصرفات والاحتكاك فيها، سواء مثلا في الخروج بره أو في الزيارات داخل البيت، طبعا الخروج مع محرم، ولو كان موجود في البيت بعض التصرفات اللي أكيد هتبين صفات وسمات العريس هتكون مناسبة ولا لا. ولكن مع الأسف بعض البنات، بعض العرايس بيكونوا مبسوطين بالمرحلة دي بس، ومركزين على الجانب العاطفي أو الجانب الرومانسي فقط، وبعض الأمور اللي تبدو ممكن نقول عنها سطحية أو تافهة شوية، هنخرج فين، هناكل فين، هنشتري ايه، الحاجات دي كلها، ولكن مش بتبص لصلب أهمية فترة الخطوبة، وهي إنها تقدر تحدد هل أنا هقدر أعيش مع الراجل ده يبقى زوجي، هقدر أعيش معاه وحياتي معاه هتبقى كويسة. ما بنقولش إن احنا بنقدر نعرف 100% من كل حاجة، ولكن بعض المختصين في مجال الأسرة والعلاقات الأسرية بيقولوا ما لا يقل عن 50% تقدري تستنبطي الشخصية دي هتكون مناسبة وملائمة ليكي ولا لا. بعض الأهالي كمان بيغفلوا عن كتير من المؤشرات اللي بتبان خلال فترة الخطوبة وبيعدوها ومش بيرضوا يقفوا عليها، لأن غرضهم الأساسي إنهم يجوزوا بنتهم وبس، ويقولوا مفيش مشكلة، بعد الجواز هيتغير، بعد الجواز هيبقى كويس والأمور هتبقى حلوة، هو بس عشان لسه شاب صغير في فترة الخطوبة فهنصبر لبعد الجواز. هيختلف ايه بعد الجواز؟ انا مش عارفة. طيب النهاردة في حلقة قوارير هنتكلم عن فترة الخطوبة، ايه اهميتها والغاية منها، ويا ترى فعلا تقدر العروسة تعرف كتير من الصفات والطبائع اللي موجودة في العريس ولا لا، وامتى تقول مش هكمل. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة سعاد دينكلاي، الناشطة الاجتماعية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة سعاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أستاذة غدا ومشاهدينا الكرام، حياكم الله جميعا. أهلا ومرحبا بحضرتك. فترة الخطوبة بيقال عنها إنها ليها أهمية كبيرة. خلينا نعرف مع حضرتك مع كل مشاهدينا أهمية فترة الخطوبة وإيه الغاية منها أصلا. فترة الخطوبة يعني حسب ما إحنا نعرف إحنا ليش بنعمل الخطوبة على أساسها. بعد كده بنبني عليها. مم. المفروض إنه فترة الخطوبة دي أنت مش هتعرف عن الشريك الآخر يعني كل شيء، لأنه في النهاية الزواج هو اللي هيعرفك عليه. المطلوب فقط في الفترة دي تعرف الأساسيات المهمة أو الحاجات اللي أنت بالنسبة لك يعني مهمة جدا. عشان كده دائما الافضل انها تكون على نقاط محدده، على اساس انت من خلال النقاط دي انت هتبدا يعني حتى لو بالسؤال المباشر او مم. بالملاحظه الدقيقه هتعرف اذا كانت هذه الصفات فعلا موجوده فيه، الصفات اللي انت ترغب فيها او الصفات اللي انت ما ترغب فيها ما تكون موجوده. مم. وبالتالي المفروض انه احنا اصلا يعني نركز على نقاط معينه ونحسم الموضوع فيها، عشان مم. كمان كل ما بتطول فتره الخطوبه بالعكس بتصير وبال على الطرفين. لانه احيانا آم، يعني زي ما بيقولوا بتحصل بعض الخلافات، بتحصل بعض التاتش. فتره الخطوبه ما تسمح انه الطرف الاخر يعني يجي على نفسه او يجي على خاطر الطرف الاخر، بعكس العلاقه لما تكون خلاص كده زوجين ولها تبعات معينة، فبالتالي الواحد بيكون يعني عنده قدرة على تحمل الطرف الآخر أكثر من إنه مجرد خطوبة ويخلع ويمشي. مم. فهذه هو. تمام. طيب
حضرتك قلتي في خضام كلامك عن المدة الزمنية للخطوبة انها لما بتطول قوي ممكن يحصل فيها بعض المشاكل. بنشوف بعض النماذج بنلاقي الخطوبة طويلة جدا توصل ل4 و5 و6 سنين كمان، وبنلاقي العكس، اتخطبوا مثلا شهر وبعدها لقينا الزفاف. خلينا نتكلم بقى عن المدة المناسبة للخطوبة علشان لا نكون طولنا قوي ولا كانت قليلة قوي ومش قدرنا نكتشف بعض. تمام. يعني هو حسب الخبراء يعني بيقول لك أفضل فترة ما بين أسبوعين ل3 شهور، يعني أقصاها 3 شهور. وحتى لما بيقول لك 3 شهور المفروض ما يعني ما في لقاءات يومية، مش كل يوم، امم يعني في 3 شهور بيكون في لقاءات. ففي الفترة القصيرة دي أنت كده يعني حددت الأشياء المهمة اللي إحنا قلنا بالنسبة لك. ممكن بعد كده نيجي على النقاط المهمة اللي المفروض كل واحد اللي حيبحث عنها أو على أساسها حيقرر يعني يستمر في الزيجة دي أو لا. في الفترة دي أنت خلاص المفروض أنت حسمت أمرك، يعني أصلا في إحنا عندنا ضوابط يعني يمكن نتكلم فيها لاحقا. وبالتالي طالما أنت عندك ضوابط شرعية ضوابط اجتماعية لا يسمح ان الفتره دي تكون طويله، يعني من طب اسبوعين هو الى 3 اشهر. 3 شهور ده مش قليل بالتالي قوي يا أستاذة سعاد؟ يعني ممكن هيلحقوا يعني يتعرفوا على بعض ويتفاهموا وكل واحد فيهم يقرر. مش قليل 3 شهور؟ لا مش قليل جدا، لا مش قليل لانه هو نقاط محدده، يعني انت مش مطلوب منك انك انت تنسجم معاه تماما، لانه الانسجام ده مش هيجي الا بعد الزواج. هي فتره الخطوبه عشان كده احنا بنقول حسب الغرض منه. فتره الخطوبه هل انا يعني خلاص اقتنعت بالشخص ده ولا لا؟ لانه طبيعه النفس البشريه انه الناس مختلفه، يعني حتى بعد الزواج انت بتختلفي في طباع معينه مختلفه عنها، يعني مختلفين فيها الطرفين عن بعض. هو جاي من امم اسره وانت جاي من اسره، فلا بد انه في طباع مختلفه. فاصلا يعني احيانا بسبب طولة الخطوبه دي الناس بتفركش، يعني طول ما مجرد ما اه، تطول هو الفتره يكثر ان هو الكلام. يطولوا زيادة عن اللزوم ده بيجيب مشاكل كتير وكثرة الاحتكاك والتعامل الأسرتين مع بعض، والعروس بالضبط. والعريس والعروسة، فبتلاقي فعلا مشاكل كتير. يعني حتى لو احنا مثلا لظرف ما عملية اللي هو الزفاف أو الحياة الزوجية لسه بيحضروا في تجهيزات الزواج ممكن يتأخر، ممكن تطول الفترة بس تتوقف اللقاءات، يعني عشان نكون بنتكلم بالشرع. يعني طالما انت خلاص انت تتوقف رضيت ان اللقاءات، الشخص يعني حتى ولا زيارات ايوه. منزلية ما يجي يزورهم في البيت، او نازلين يشتروا مع مثلا مع مامتها واختها نازلين يشتروا طلبات الشقة. يعني ممكن اوكي، يعني اذا حيشتروا اشياء متعلقة بالزواج اوكي، بس ان هم يدفعوا فسح او كذا المفروض لا، ما في. هو يعني طبعا ما شرعا ينفعش ما يعني ينفعش يخرجوا اصلا لوحدهم بدون محرم. بالضبط. يعني في كمان نقطة مهمة احنا لازم نركز عليها أول ما نبدأ نتكلم عن فترة الخطوبة، اللي هو العلاقة بينهم أو الضوابط اللي المفروض تكون بين الطرفين. هم. يعني في ضوابط المفروض ضوابط شرعية وفي ضوابط اجتماعية. اه. الضوابط الشرعية معروفة، الخطيب ما يزال رجل غريب، يعني لا المفروض إنه هي تتخفف في حجابها، ولا إنه المفروض يعني حتى تتخفف في الكلام والغنج. لا المفروض الكلام رسمي، هنتكلم في نقاط معينة، هنتفق في نقاط معينة، السلام عليكم، يعني المفروض هو كده يعني. لكن الناس بتمشي فيها، وده اللي بينتج عنها أخطاء يعني. هم. ده من ناحية الضابط الشرعي. الضابط الاجتماعي طبعا هو يعني شوفي حسب المجتمعات. في مجتمعات يعني ممكن تتقبل موضوع الخطوبة، في بعض المجتمعات اللي هي تسميها الرؤية الشرعية، اللي هي يعني زمان كانت الناس تعملها في جلسة واحدة، هم. الآن لا صاروا يسموها فترة خطوبة، لكنها ما زالت في نطاق الرؤية الشرعية يعني. هم. فبتكون لقاءات في وجود المحرم موجود، يعني زي ما ايوه. بيقولوا زيارة رسمية يعني. هو بيجي موجودين المحرم، حتى لو سابوهم في دقيقتين يعني، بس يكون مثلا الباب مفتوح، المحرم هم. موجود وقاعد، يعني حتى لو ما ايوه. بيسمع الحوار لكن على الأقل ايوه. المشهد يعني موجود، يعني هم شايفين هم. الباب مفتوح مش وكذا. موجودين في خلوة يعني. مش موجودين في خلوة، بالضبط بالضبط. هم.
تمام. طيب في الوقت ده طبعا بتكون العروسة في الأول محرجة جدا ومكسوفة إنها تقعد معاهم. خلينا نشوف بقى، يعني خلاص في عريس رايح يتقدم، المفروض إن العروسة بقى اللي بيفضلوا يقولوا مثلا أنا هدخل أقول إيه، انا هسأله ايه، انا مكسوفة مش عارفة هتكلم هقول ايه، طب انا هلبس يعني لبس عادي كده اللي انا بخرج بيه، ولا هشتري طقم يعني للمناسبات، فبتبقى في حيرة من امرها ومتلخبطة ومكسوفة، وانا هتكلم هقول ايه. فقولي لنا بقى تعمل ايه في اللقاء اللي بتبقى مكسوفة فيه قوي ده. هو طبعا اللقاء الأول مختلف عن باقي اللقاءات، يعني اللقاء اه الأول له هيبته، طبعا فشيء طبيعي طبعا. إنه هي تكون مكسوفة محرجة. وهنا يجي دور ولي الأمر، يعني إنه بيحاول يخفف من حدة الحياء والتوتر الموجود، بحيث إنه هو يتدخل ويخفف الموضوع. يعني المشكلة أستاذة ندى إنه الناس أحيانا بتحسم فقط في الرؤية الشرعية، يعني بيشوفوا خلاص يقولوا له ها قولي الآن موافقة ولا مش موافقة، اه وبعد كده خلاص بينتهي الموضوع، مش هتشوفوا إلا ليلة الدخلة. دي برضه وممكن من تكون ما الأخطاء لحقتش الموجودة في تشوفه اصلا، يعني هي المجتمع قعدت مثلا السعودي. 3 دقايق، 3 دقايق وقالوا لها طيب تمام شفتيه، ويخلوها تقوم تمشي، وهي ممكن يعني 3/4 يعني شكله وهي مش فاكراه. مش فاكرة ومدرنقة وطالع بتحت، وفعلا تكون ما شافته يعني. يعني بالظبط. آه، هو الرؤية الشرعية بالذات في الجلسة الأولى، يعني المطلوب منها اللي هو زي ما بيقولوا يعني القبول النفسي أو ارتياح القلب فقط، امم. يعني مش أكثر من كده. إذا شافته كده يعني هو خلاص، بعد كده إحنا نقول إما لا وانتهى الموضوع، أو ممكن نعطي لنفسنا فرصة اللي هو ما يسمى فترة الخطوبة. بس عشان كده بنقول فترة الخطوبة هو في حدها يعني الأفضل أستاذة ندى إنها يعني أسبوعين كفاية. ليش بنقول أسبوعين كفاية؟ لأنه إحنا حنتكلم في نقاط محددة. إذا إحنا تكلمنا في نقاط محددة خلاص الموضوع يعني الأمور صارت واضحة. لكن اسبوعين يا استاذة الكلام سعاد، الرومانسي، اسبوعين وبعد كده أيوة، الزواج يتم على طول. يعني حتى لو ما تم الزواج على طول حسب ما تتوفر، لكن المفروض تتوقف اللقاءات. امم. إحنا اتفقنا في الأساسيات وحسينا إنه في ميول قلبي، انتهى الموضوع. اللي بيحصل اه يعني لما تدخل اه فترة الخطوبة بيحصل تعلق، يعني في النهاية هم بشر يعني. طبعا. فالتعلق ده هو الخطأ وهو الغلط اصلا، يعني مش امم. المفروض انك انت تتعلقي برجل ما زال يعني يعتبر مش محرم، امم. يعني ما يجوز شرعا اصلا. عرفتي؟ ف اه ودي من الاشياء اللي احنا نقول انه المفروض اصلا ما بيكون في كلام عاطفي او كلام رومانسي او اكيد اي شيء طبعا ثاني. طبعا طبعا. فلكن اذا طالت الفتره طبيعي حتحصل الفه، امم. ومع الالفه حيكون في تجاوزات يعني. امم. امم. سواء يعني كانت التجاوزات فقط باللسان، او ربما ممكن الناس تمشي بتجاوزات اخرى لا قدر الله يعني. ايوه فاحنا خلينا بالظبط. مثلا عشان نساعد المخطوبين انه احنا نحدد النقاط المعينه اللي انا حقولها او حركز عليها اسالها في العريس، او حنتكلم فيها قولي في خلال الجلسات الاسبوعين او امم. خلال ال3 شهور، مش مشكله. بس ال3 شهور ما تكون في زيارات او كلام رسمي، او يعني حتى من الطرائف في واحد بيقول انا خطيبتي قالت لي بعد الساعه 10 مساء ممنوع تتصل او تكلمني. امم. فجميل الضوء ده، انا عجبني يعني. امم. بالظبط، ما هو بالليل يعني برضو ما ينفعش اصلا اي حد غريب يتصل ببنت بالليل، هو ما زال غريب اجنبي بالنسبه لها. ايوه، فهي من ده الباب قالت له بالساعه 10 يعني خلاص سندريلا، الساعه امم. 10 ممنوع، بعد الساعه 10 ممنوع اه الاتصال او خلاص. التواصل. بالظبط. طيب، طيب بس احنا. نقول النقاط اللي مهم انه احنا يعني نركز فيها، او حتى يكون في حوار ورثه فيها، اللي امم. هو الاشياء الاساسيه. يعني اي مثلا اول اتفضلي. قلنا مفهوم الزواج، يعني انت مفهومك في الزواج ايش؟ امم. الزواج انت بتتزوج ليه يعني؟ يعني شوفي استاذه ندى، الشاب اذا ما عنده ذاك الادراك الكامل بالعاده بتكون هم ارتباطهم اللي هو من الناحيه الفطريه فقط. لكن المراه او الفتاه هي اللي بتكون عندها متطلبات كثيره وابعاد اخرى. فمهم انه يكون في على الاقل درجه من التقارب ما بين الطرفين.
امم. بعدين احنا مثلا في الاجيال السابقه كانت الناس يعني وعيها بالامور دي مش قوي، اه. وبالتالي ده كان برضه بينسحب على الحياه الزوجيه والحياه عموما في مجملها. امم. الان الناس صار وعيها اعلى وصار ادراكها اعلى، ويمكن ده بعد كده اللي بيؤدي في الطلاقات الكثيره اللي بنشوفها بالذات في الزيجات بدايه للاسف. الزيجه. اه، للاسف. لكن عشان ما يحصل ده، في الادراك العالي ده بالعكس، يعني احنا كل ما كنا مدركين آه طب اذا ادركنا المفروض نضبط، يعني نضبط المواضيع عشان ما امم. نجي بعدين نفكر عليها ونقول لا والله هو مختلف او افكاره مختلفه او طريقه تفكيره مختلفه. امم. نضبطها من الان في فتره الخطوبه. قلنا اول تمام. شيء اللي هو مفهوم الزواج، امم. مبادئه في الحياه. احيانا مثلا يعني هم اذا كان هم ملتزم مش ملتزم، مجرد انسان محافظ او هي او العكس، يعني مش مشكله ما يكونوا ملتزمين، لكن على الاقل يكونوا بنفس الدرجه من التوافق. او بالظبط. اذا اثنينهم حتى ملتزمين حتى درجه الالتزام بتفرق، يعني في ناس اكيد. بتكون متشدده في ناس. فدي ايوه. الامور مهمه، لانه بعد كده حتحصل فيه تركات في الحياه، اشياء صغيره يعني هي اللي بتنكد في اليوم كله وبتعمل مشاكل. امم. قلنا اللي هو مفهومه في الزواج، مفهومه في الحياة، مبادئه. النقطة اثنين المشاريع المستقبلية، يعني أنت بتشوف مستقبلك يعني فين، بالذات امم. إحنا كمجتمعات يمكن شرق أوسط، أو إحنا بالذات المجتمع الإرثي عندنا اللي هو إحنا موجودين في دول متعددة. هل إحنا اه. حنكون مستقرين في الدولة دي، أو أنا لا أنا بفكر في هجرة؟ إذا أنا امم. حهاجر طب لازم أنا أكون عارفة، أو ايوه. ما أفاجأ بعد الزواج إنه هو عاوز يهاجر وهي لا مش عاوزة. بالظبط. فدي نقاط مهمة احنا لازم يعني رأيه ايه نكون في حاطين. شغلها؟ لو هي بتشتغل هيخليها تشتغل ولا لا تكمل؟ لو هي عايزة تشتغل بعد الجواز هيوافق ولا لا؟ ودي نقطة مهمة جدا لان بيحصل عليها مشاكل كتير. بالضبط الوظيفة، وبالذات وظيفة المرأة، هذه نقطة جدا مهمة. امم. أنت ذكرتي دي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة عندنا المال. المال حنصرفه كيف؟ إذا هي زوجة بتشتغل، هل راتبها لها، ولا حيقول لها لا أنت حتساعدين؟ هو طبعا فترة اه. الخطوبة مش حيقول اه. للأسف يعني. اه. بس على الأقل يعرف إنه هي عندها نقاط معينة، أو حتى امم. التزامات عائلية. يعني إحنا امم. مثلا من المجتمعات اللي عندنا ارتباطات عائلية كبيرة، أحيانا تكون الفتاة ما في أحد مثلا لوالدينا، الأب متقاعد، هي اللي بتصرف على البيت، أو بالظبط. إخوانها مثلا صغار في المدارس، بالظبط. امم. سواء كان راتبها كله أو جزء من راتبها هي بتساعد فيه. ايوه، هل بعد بنشوف الزواج نماذج حيستمر كتير. ولا ايوه. مش حيستمر؟ هذه برضه نقاط جدا مهمة إنه الناس تكون تتفق عليها وتتكلم فيها. آه بالظبط. بعد كده طبعا حتى يمكن دي صعبة في فترة الخطوبة، لكن المفروض إنه الناس تناقشها. المدخرات، يعني أنا حدخر الشابع، أنا عندي مدخرات، أنا اللي حدخره، هل إحنا حنعمل نأمن في مستقبلنا، امم. وبنفكر مثلا رح نشتري بيت، حنفتح مشاريع استثمارية، ولا لا أنا من النوع اللي أنا بحب أسافر، وإحنا لسه في مثلا 5 سنين الأولى من الزواج هنقضيها سفريات، بعد كده ممكن نبدأ ندخر. دي الأشياء امم. الناس تتفق عليها، عشان بعد كده بتحصل فيها مشاكل، خصوصا لو إنه يعني الزوجة موظفة. خصوصا آه لو الزوجة ايه؟ الزوجة موظفة، يعني هي موظفة موظفة. وعندها راتبها. ايوه. ايوه. آه آه ده لازم يكون بالاتفاق الإنجاب. الاول، لان في بعض الرجال، وانا شفت ده في نماذج كتير موجودة، انه اصلا بيتجوز الموظفة، يعني مش بيدور على اي حاجة غير ان هي موظفة بيكون عندها راتب. طب ليه يا ابن الحلال؟ لا انا عايزة عشان تساعدني. طب انت هي مناسباك؟ طب هي كويسة؟ انتوا يعني في تكافؤ اجتماعي؟ ما بيفكرش في اي حاجة غير الراتب بتاعها، وداخل مسيستم نفسه ومركز على المرتب. وعشان كده يعني شوفي اللي هو المال وطريقة صرفه، والموظفة وعملها الزوجة، يعني إذا كانت موظفة أو عملها أو العائد المادي تبعها، هذه نقاط يعني نتكلم عليها بوضوح. مم. يعني الناس لازم تصل لمرحلة من الوعي إن المواضيع دي تكون واضحة من البداية، بحيث إنه ما يرجع بعد، حتى لو فكر يرجع لا، عليك
وعد أو ميثاق إنه إحنا متفقين في نقاط معينة، اه. فعلى الأقل نكون داخلين يعني بوضوح. هذه أمم. نقاط مهمة. من تمام. النقاط برضو إحنا سمينا 4. الخامسة اللي هو الإنجاب. يعني إحنا الحمد ايوه. لله في مجتمعاتنا أمم. ربما دي مش مشكلة كثير، لكن برضو من النقاط اللي المفروض الناس تركز عليها، خصوصا الآن مع ضغط العمل. صارت أحيانا بعض البنات تقول لك لا أنا يعني مش ضروري أخلف من أول سنة، أو حتى بعضهم لأسباب بسيطة، حتى لو هي مش موظفة تقول لك لا أنا عاوز يعني أستمتع خلينا بشريكة نتبسط حياتي، شوية ونخرج أستمتع ونتفسح وما نشيلش بنفسي. مسؤولية، وتقعد مأجلة بالسنة والاتنين والتلاتة. والله أنا أعرف حد مأجلة بقالها 10 سنين، تقول لها يا بنتي كفاية قوي كده كفاية، تقول لا 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 أنا لسه مش مؤهلة إن أنا أكون أم. ما شوفي ده يعني يعتبر من الخلل في مفهوم الزواج. يعني اصلا هم في مفهوم الزواج وهم داخلين في مؤسسه الزواج، مفهومهم للزواج فيه له خلل يعني. والا كيف 10 سنوات؟ يعني 10 سنوات من عمرها، بالذات المراه يعني سنها بالظبط. محكوم، حتيجي عليها فتره بالظبط. هتلقى انها حتجد طريقه يعني. بالظبط. فطبعا 10 سنوات دي يعني يكاد نقول يمكن يعني تقارب من المحرم، لكن الناس اللي الحقيقة برضه المدة بتتكلم. طويلة جدا، ويعني كم الإصرار اللي موجود رهيب، واللي أنا مستغرباه إزاي الزوج موافق على المدة دي كلها. يعني عاطفة الأمومة والأبوة يعني عند الجميع. يعني نتمنى لها التوفيق، لكن هو أحيانا بيحصل العكس. هو الآن مجاريها وماشي معاها في مرحلة معينة، هو هيقول لها لا أنا عاوز أطفال وعاوز أعبي البيت عيال، وهي حتكون يعني فترتها انتهت أو قدرتها على الإنجاب قلت. بالظبط. بالظبط. لو هتكتفي بطفل واحد لا، هيقول لها أنا عاوز مثلا 3 4، إما هيتزوج عليها وإما هيبحث عن بديل، فهي الخسرانة يعني. بالذات في موضوع الإنجاب للأسف. دائما المرأة هي الحلقة الأضعف، فضروري تكون مركزة. حتى مم. الإنجاب بعض الرجال يقول لك لا أنا بحب يكون عندي عزوة، يعني أنا عاوز أملى البيت، بالظبط. عاوز 6 7 أطفال. فبرضه ده الناس يعني المفروض تتفق عليها يعني. هل أكيد. إحنا أو حتى إحنا يعني حننظم ولا مش حننظم؟ يعني مثلا أنا أيوه. هجيب طفل على سنتين، هجيب طفل حريحته سنتين، ولا لا ما فيش أريح يعني هنجيب على طول، عشان مم. بعدين لو هو عاوز أطفال وهيقول لها أنا أتزوج عليك أو أعدل، تكون الأمور برضو إيه واضحة يعني. اه. فيكون هي يعني خلاص هي يعني هي هي ممكن تتكلم معاه في نقطة التعدد، تسأله انت بتفكر في تعدد ولا لأ، ممكن يعني ده يحصل قدام ولا لأ. دي نقطة ممكن تتكلم فيها ولا بلاش؟ اللي ممكن نتكلم فيها، بس هو في النهاية فترة الخطوبة المشكلة مش هيقول لها أنا هعدد عليك يعني. اه صح، هيبقى كده وهي مش بيطفشها. هتكمل معايا. هيقول لها اتجوز عليكي، هتقول له سلام عليكم. مش بس هترضى هي طبعا. هتعرف من طريقة تفكيره مثلا في الإنجاب. يعني مم. واحد بيقول لا أنا عاوز أجيب 10 أطفال مثلا، اه. فده معناها لا، ده معناها يعني 80% ناوي يعدل. اه يعني انا هجيب ال10 ازاي؟ يعني هو زمان كانوا بيجيبوا ما شاء الله 10 و11، بس دلوقتي البنات الجيل ده صعب ان احنا يعني بنجيب اتنين والتالت بالعافية. بالضبط. بالضبط، فمن هنا يعني ممكن تقدر يديها مقياس نوعا ما انه هو عنده بالذات لو انه يعني الموضوع ده عنده مهم، فهو اكيد حيعدد يعني. امم. طب دي نقطة مهمة جدا طيب. يا بنات، خلوا آه، بالكم منها. الأستاذة سعاد وضحتها، من خلالها تقدروا تعرفوا هو ناوي يتجوز تاني ويعدد ولا لأ. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثالثة اللي هو الهوايات. يعني الهوايات، هوايتك ايش؟ لو ما في هواية وقت الفراغ يعني بتقضيه امم. في ايه يعني؟ بعض الشباب مثلا اللي هم عندهم بتروح القهاوي وكذا، او الاستراحات او الشاليهات وعايش مع اصحابه. امم. فالمفروض هو امم. الان انت داخل على حياه زوجيه، المفروض انت الان عندك استعداد انه لا، وراك مسؤوليه، وراك زوجه، فهتقلل اذا الموضوع ده قد ايش هو مهم عندك. ايوه. انه لا انا اصحابي والشله
واحنا ايوه، بنطلع واصحابي لازم خط في احمر الاسبوع. وملكيش دعوه، واخرج وقت ما انا عايز واجي وقت ما انا عايز، فدي بتبقى مشكله. بالضبط. ايوه، يعني انت وقت فراغك يعني بتقضيه في دي مهمه. امم. آه، او حتى لو هو عنده، احنا كيف ممكن مثلا نتقارب يعني اه. ممكن مثلا نخلق اشياء احنا سوا مع بعض. دي برضو من الاشياء اللي يعني يتكلموا فيها في فتره الخطوبه دي، يتفقوا عليها، يرتبوا، امم. يقترحوا. تمام. اخر حاجه الفقره 7 اللي هو المشاكل. لو حصلت اه. بيننا مشكله كيف نحلها؟ ايوه، نحكم مين، مين ندخل مين. مين المسموح له انه حندخل مين؟ يعني هل احنا حنكتفي احنا الاثنين نحاول نحلها، الا اذا استصعبت حنلجا لاخرين؟ من الاخرين اللي حنلجا لهم؟ هل والدتي ووالدتك ابوك وابويا هل حندخلهم في المشكله؟ او في اي يعني حدودهم كمان في التدخل في مشاكلنا، في ايش المسموح؟ دي هذه نقاط مهمه. بعض بالظبط. الفتيات لا، هي مرتبطه جدا بامها، يعني هي بتكلم امها 5 6 مرات في اليوم الواحد من ما اه. تصحى يعني. امم. مجرد ما اتزوجت مش قادره تفارق امها. بالظبط، السماعه وحياتها في كلها ايدها، على الهواء الاهل مباشره. بالضبط، يعني نقل بس مباشر يعني. ايوه. تلفزيون واقع. ايوه. الان احنا بنعمل كده، الان انا امم. بقطع بصل، الان انا بكنس، الان لايف، فاتحه الكاميرا على طول. بالضبط. فدي مم. نقاط مهمه يعني، بالذات في تمام. فتره المشكله. لما تحصل مشكله، هل احنا بنفكر انه نلجا لمختص اسري، مستشار اسري، امم. ولا احنا حنحاول يعني نحلها؟ اذا حنحلها، اذا امم. زعلانين راضي كيف؟ ايوه. هل احنا حنقول لا الغلطان هو اللي حيجي يراضي الثاني؟ ودي اه. مشكله، لانه دائما الناس لا بتقول لا الغلطان هو اللي يراضي. طب اصلا يعني انا لما اختلف معاك انا مش شايف نفسي غلطان يعني. امم. ف... بالظبط. فكيف يعني احنا حضرتك حلينا ذكرتي المشاكل دي؟ نقاط كتير مهمة جدا جدا يا أستاذة سعاد، المفروض البنت تتكلم فيها مع العريس علشان تكون الأمور واضحة وكل حاجة على بينة، تحسبا لا قدر الله لأي مشاكل. طيب، احنا انتهت حلقتنا النهاردة، ولكن ما زال عندنا أسئلة كتير. هل في أسئلة تقولي لأ ما ينفعش تتكلمي فيها، ما يصحش تسأليها؟ في صفات معينة وتصرفات معينة لو صدرت منه تقولي لا أنا مش هكمل؟ كتير من الأمور هنستكملها مع حضرتك، ولكن بإذن الله تعالى في لقاء آخر وفي حلقة أخرى. بشكرك جدا أستاذة سعاد دينكلاي الناشطة الاجتماعية على وجود حضرتك معانا، وبإذن الله على وعد مع مشاهدينا الكرام إن احنا هنكمل الحلقة دي في الجزء الثاني. وإلى أن نلقاكم جميعا نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.